نهاركم سعيد مستمعاتنا ومستمعينا ومشاهدينا أيضا في كل مكان. تحية لكم أينما كنتم، أهلا بكم إلى هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم الأسبوعي بكل وضوح، الذي نناقش فيه مواضيع الساعة بكل حرية، موضوعية ومسؤولية وبكل وضوح، على ضوء المشاركة المغربية في المونديال والنتائج الإيجابية لباقي المنتخبات والفرق الوطنية في كرة القدم، وأيضا في رياضات أخرى. نخصص حلقة هذا الأسبوع للإنجازات الرياضية في المغرب، فما سر تألق كرة القدم المغربية وبعض الرياضات الأخرى، وكيف يمكن أن تلحق بها باقي الرياضات، وما السبيل إلى مواصلة مسار النجاح وتحقيق الألقاب التي تليق بالمغاربة وبالرياضة المغربية. لمناقشة هذه المحاور وأخرى يحضر معنا كل من الصحفي الرياضي محمد أمين علام. مساء الخير سي علام. مساء الخير سي يونس، مرحبا بك ومرحبا بكل المشاهدين والمستمعين الكرام. مرحبا. أستاذة لبنى بالعباس، لاعبة المنتخب المغربي لكرة السلة سابقا وأيضا رئيسة لجنة كرة السلة النسائية في المغرب، مرحبا بك ومرحبا بالمرأة المغربية. شكرا سي يونس على الاستضافة ومرحبا بنا عند المستمعين الكرام. مرحبا. كذلك يسعدنا أن نستضيف حارس مرمى اتحاد توارقة عبد الرحمن الحواصلي، مرحبا بك سي عبد الرحمن. مرحبا بك الخير، شكرا خويا يونس، أنا سعيد بالتواجد في البرنامج ديالكم اليوم. ونحن أسعد، مرحبا بكم جميعا. بداية نبغيو نديروا واحد النظرة عامة على الرياضات الوطنية أو الرياضة الوطنية بشكل عام. كيفاش كتشوفوا المستوى ديال الرياضات الوطنية اليوم؟ نبداو معك سي أمين. بطبيعة الحال المتأمل والناظر للتجربة الرياضية الحالية بالنسبة للرياضة الوطنية غادي يستنتج وغادي يستنبط واحد نوع من الحركية الرياضية اللي بدينا كنلمسوها في السنين الأخيرة. كرة القدم الوطنية اللي هي قاطرة ديال الرياضات الوطنية وقاطرة ديال كل الرياضات في كل دول العالم. حاليا يمكن لنا نقولوا باللي أصبحنا الآن دولة ماشي غير رائدة، ولكن دولة تسير نحو زعامة القارة الإفريقية كرويا بكل صراحة. في السنين الأخيرة كرويا العمل الجبار اللي قامت به الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم سيرا على توجهات جلالة الملك محمد السادس نصره الله نحو القارة الإفريقية على كافة الأصعدة، دبلوماسيا، سياسيا، روحيا، اقتصاديا وأيضا رياضيا، على الأقل منذ مجيء رئيس الجامعة الحالي السيد فوزي القجع. عديد الأوراش فتحت، عديد الأوراش تم الاشتغال عليه بواحد العمل كبير وكبير جدا. المنتخب الوطني الأول، الأندية الوطنية تتألق موسما تلو آخر، تمثيلية المغرب داخل أروقة الكاف. ما بقيناش كنشوفوا كرة القدم الوطنية تتعرض إلى مجازر كروية عكس سنوات العجاف، سنوات الظلام، السنوات اللي كانت فيها كرة القدم كتعرض لمجازر كروية في عهد رئيس الاتحاد الافريقي السابق عيسى حياته. الان ولينا كنشوفوا نوع من الانصاف في مباريات الانديه الوطنيه والمنتخبات الوطنيه. ايضا اوراش عده كمنتخب الوطني داخل القاعات، مثلا ورش كره القدم النسويه اللي كنفتخروا جميعا نحن كمغاربه بالانجاز اللي حقه فريق الجيش الملكي هذا الأسبوع بنيله لقب دوري أبطال إفريقيا للمرة الأولى في تاريخ كرة القدم المغربية، وحاكى ربما الإنجاز اللي حقه نفس النادي في ثمانينات القرن الماضي بتتويجه بأول لقب دوري أبطال إفريقيا في تاريخ كرة القدم الوطنية على مستوى الذكور. أيضا على مستوى المنشآت الرياضية وجلب التظاهرات الرياضية اللي ولينا كننظموها في المملكة المغربية وعطات واحد الرونق للمملكة المغربية. إذن هذه نوع من الحركية على مستوى كرة القدم على الأقل. طبعا باقي الرياضات غادي تسير بواحد الشكل تدريجي سيرا على نهج تألق كرة القدم الوطني اللي كنتمناو باش تنال الاستمرارية. نتمنى ذلك سي محمد أمين. أستاذة لبنى بالعباس، الرياضة النسوية في المغرب تحديدا كرة السلة إلا بغيتي تكلمي لنا عليها شوية، وأيضا حتى كرة القدم النسوية كيفاش كتشوفيها اليوم؟ شكرا سي يونس. يمكننا نقولوا بان كره القدم النسويه غادي تكون واحد القاطره، واحد لو لوفي اللي غادي يجر
معاه مجموعه من الرياضات. هاد البرنامج ولا هاد الورش ديال كرة القدم النسوية اللي بدا السنة الماضية بخلق العصبة بواحد الاستراتيجية اقتصادية اللي عطات واحد الدفعة كبيرة لكرة القدم النسوية، اللي خلات الانبهار واللي خلات الافتخار ديالنا. كنشوفوا هاد لا ستركتور دونتربريز، واحد العمل اللي كيخدم به الرياضه لو سبور مودرن، اللي السي فوجي القجع ارتأى ان هاد التخطيط اللي دار عطانا عام ديال الخدمه، شفنا النتيجه ديالو. وهذا ما كيخصوش ما خصناش واحد العصا سحريه، هذا غير واحد العمل، واحد استراتيجيه طبقت بواحد المفاهيم معينه، بواحد المفاهيم اللي هي معاصره، اللي كتواكب الرياضه الجديده الا بغينا نقولوا في تطوير الرياضه النسويه بصفه عامه، واللي يمكننا ناخذ منها كمثال باش يمكننا نمشيو على الدرب وعلى استراتيجيه كره القدم النسويه. كره السله النسويه هي كورش في الوقيته اللي كنت كنلعب انا حبست في 2020 كان المغرب تاهل العاب الفرنكوفونيه، وكان المغرب وصل كان الرابع افريقيا به باش تاهل البطوله لي جو دو لا فرانكوفوني، اللي يمكن بعض المشاكل اللي كيوقعوا فيها جميع الرياضات خلى يمكن كاين رجعنا واحد شويه للوراء. ولكن دابا هو ورش كجميع الاوراش اللي كنلقاو في بزاف ديال الرياضات. الرياضه الجماعيه بصفه عامه كتلقى واحد المشكل، لاننا بزاف ديال المدن فاتونا بصفه عامه. كاين واحد المثال كيخرج هو كرة الطائرة النسوية، على رأسها الأستاذة بشرى حجيج، اللي لقات بأن الاشتغال على رياضة انكس اللي هو لو بيتش فولي، اللي هو بحال الفوتسال، بحال البيتش كرة القدم الشاطئية. حنا المغرب دابا الآن كيف ما كنقولوا شويه السوق باقي خاوي، والناس كيفهموا بان الا مشينا وعطينا اون انفيستي في ان سبور اللي هو باقي ما فيش الاضواء بزاف، قدرنا نجيبو في كره هذه في كره الطائره النسويه الشاطئيه النسويه المرتبه الاول افريقيا. دونك الا اشتغلنا وإلا كانت كنقولها على الرئاسه كتكون ولا لي بوست دو ريسبونسابيلتي كتاخذهم مرأة، كيكون شويه د الاهتمام اكثر، بحال الاستاذه خديجه الا، بحال بشرى حجيج، بحال بزاف ديال بحال مدام باهيه اللي دي تي ان ديال لي فار. هذا ماشي، انا كنشوف بانه هذا ماشي عصا سحريه، هذا اشتغال ديال النساء بغاو يوصلوا عندهم واحد استراتيجيه كتحترم بطبيعه الحال افيك دي ريسورس فينانسيير اللي كيكونوا كوريكت، يمكننا نوصلوا. نعم، شكرا لك لاله لبنى. نمشيو عند السي الحواصلي ونبقاو دائما في هذه النظره العامه على الرياضه، كيفاش كتشوفها اليوم في المغرب؟ نظن بان الرياضه المغربيه تسير في اتجاهين. كاين رياضه اللي هي كره القدم تسير بسرعه فائقه لا بغينا نقولوا، ورياضات اخرى اللي تتعرف تالق ديال بعض العناصر. كاين استثناء ديال ابطال مثلا في العاب القوى ولا في رياضات اخرى على رؤوس الاصابع. كل ما هنالك انه كما قالت الاستاذه لبنى يمكن باش توجد رياضي في هذا الوقت ضروري من امكانيات ماديه اللي تخليك انك تنجح. السياسه الرياضيه في المغرب يمكن على ما اظن انه بدات بكره القدم كقاطره اللي تقدر تجر وراها باقي الرياضات. اظن بان هذه الامكانيات الماديه فهي متوفره لكره القدم بدون نقاش. من خلال المزاوله ديالي مع الفتح الرباطي وحسنيه اكادير، على الاقل في التنقلات في القاره الافريقيه تكون طائرات خاصه، فنادق مصنفه على مستوى، ظروف تنقل، ظروف ملاعب تدريب. رياضات اخرى تعاني الامرين بكل صراحه. اتمنى يعني من اعماق القلب ان السياسه الرياضيه في البلاد توجه الانظار ديال باقي الرياضات، لانه خدينا ميداليات اولمبيه في رياضات اخرى، وكره القدم رغم المشاركه ديال الاولمبيات ما كانوش ميداليات، وبالتالي خاص يكون شيئا ما ديال الانصاف، لان هناك ابطال يعانون في صمت في رياضات اخرى، باش ان شاء الله نشوف واحد الرياضه مغربيه متفوقه في جميع المجالات. حتى قاريا مجموعه من الدول يعني بامكانيات ماديه معقوله استطاعت انها تنجب ابطال في مجموعه من الرياضات. انا متفائل بهذا الخصوص، انه ربما المشاكل اللي ولات مؤخرا عالميا اثرت شيئا ما. يمكن كان هذو مشاريع كانت مطروحه ولكن خصها امكانيات ماديه كبيره.
مع مرور السنوات انا متفائل بان الرياضه المغربيه سوف تسير بنفس سرعه كره القدم ان شاء الله. نتمنى ان شاء الله. سي محمد أمين علام، أيام قليلة كتفصلنا على العرس الرياضي العالمي مونديال قطر. كل المنتخبات أعلنت على اللائحة النهائية اللي غادي تشارك في هذا المونديال. بداية شنو القراءة ديالكم اللائحة النهائية اللي أعلن عليها الناخب الوطني للمشاركة في مونديال 2022؟ أولا لائحة عرفت نوع من الإجماع أو شبه إجماع من طرف الجسم الإعلامي الرياضي المغربي، أولا من طرف المراقبين، من طرف المحللين، ومن طرف الشارع الرياضي المغربي. لائحة أو قائمة من اللاعبين نستبشر بها خيرا. لائحة متوازنة، لائحة كتضم لاعبين شباب، وكاستنتاج يعني معدل الأعمار في هذه اللائحة منخفض نوعا ما على معدل أعمار اللائحة السابقة اللي اعتمد المدرب السابق إيرفي غونار في المونديال السابق بروسيا. إذن نحن أمام جيل للمستقبل، لاعبين شباب، لاعبين صغار السن، والأهم أنهم لاعبين متعطشين للإنجازات والتحقيق ما هو أفضل في المونديال القادم. بطبيعة الحال لاعبين محترفين على أعلى طراز. للأسف فقدنا قطعة أساسية كنا كنعتمدوا على جميع وكيعتمد على المدرب الوطني وليد الركراكي، أمين حارث اللي قدم واحد المستوى جيد منذ بداية الموسم مع فريق أولمبيك مارسيلي، كان لاعب أساسي مع الفريق، حقق مباريات جيدة جدا مع الفريق في دوري أبطال أوروبا، كان قاب قوسين أو أدنى إلى التأهل نحو إلى الدور الثاني. لكن للأسف فقدنا لاعب، لكن ما زال هناك عديد من اللاعبين على كافة الخطوط. والأهم الآن في خط هجوم الفريق الوطني ربما كنتمناو أن ذاك العقم في خط الهجوم ينجلي نوعا ما بحضوره باستدعاء اللاعب الذي أسال حبرا كثيرا في الأشهر القليلة الماضية، اللاعب عبد الرزاق حمد الله. بطبيعة الحال لاعبين مثل عودة لاعب حكيم زياش، لاعب نصير مزراوي، وبالنجومية وبالتألق وبالانضباط لا ديسيبلين ديال اللاعب أشرف حكيمي، وبالشخصية القيادية ديال اللاعب رومان سايس مدافع فريق بيشيكتاش التركي اللي قدم واحد المسار كبير في الملاعب الإنجليزية ومع الفرنسية. كنظن بأننا نحن أمام منتخب يمكن ليه أنه يحاكي الإنجاز اللي حقه المنتخب الوطني في جيل 86، جيل المدرب المهدي فاريا، الظلمي، ميري كريمو، بودربالة والآخرين. أستاذ لبنى، يعني دائما في هذه اللائحة ديال المنتخب المغربي عودة عبد الرزاق حمد الله إلى هذه اللائحة، كيف سيعزز أداء الكتيبة المغربية في المونديال؟ بعدا كاين واحد الافتخار اللي كيكون كأي منتخب وطني غيشارك. أنا كنتبع من البعيد تكنيكمون بارلون بالنسبه لهذا ما غاديش نفهم اكثر من الناس اللي كيفهموا في كيما قال في لا تكنيسيتي ديال كل لاعب، ما غاديش نفهم بحال اللي كيفهموا الناس ديال الميدان. اللي نقدر نقول بان كيف ما قال السي امين، انا كنشجع لا ديمونسيون ديال لاج، لان كيبقى مستقبل وكيبقى قطر، ويمكن نعاودوا نشوفوهم في الكأس العالم الجايين. طيب نمشيو عند السي الحواصلي، رحيمي الكعبي، منير الحدادي، ما تمش المنادى عليهم للمشاركة في المونديال، شنو التعليق ديالك؟ اكيد انه قرارات لازم اننا نوضعوا نفسنا في مكان السي وليد الركراكي اللي سبق لي اشتغلت معه في فتح الرباطي وحرصت معه لقب بطوله، وانسان لا يحابي شخصا بكل صراحه، شاف وعرف بانه عنده واحد المسؤوليه كبيره. كما قال سي محمد امين، كاين هناك شيء باجماع على اللائحه اللي استدعاها في جميع الخطوط، كاين توازن كبير وكاين مزيج ما بين اللاعبين اللي شاركوا في النسخه السابقه في روسيا ولاعبين شبان اللي متعطشين. اذا فوليد الركراكي وصل لواحد الخليط، واحد المزيج من اللاعبين اللي انا متفائل جدا، ونقول لك السي يونس، لان لو بقى السي وحيد يعني بالايجابيات وبالسلبيات ديالو، تنشكر على كل ما قدم كره القدم المغربيه، كنت غنكون متشائم شيئا ما، ولكن مع وليد الركراكي انا جد متفائل. الخيارات فهي جد صعبه، واذا شتي المنتخبات العالميه كلها ما كانش اجماع وكانوا ضحايا في اللائحه في الاخر. وليد الركراكي ما محتاجش يشرح ولا يبرر الخيارات ديالو. دابا حنا ملزوم علينا اننا ندعموا المنتخب الوطني ونشجعوه،
انه حتى داك اللاعبين اصلا اللي ما ناداش عليهم حتى هما الاغلبيه ديالهم عطاو تصريحات ايجابيه بانهم تيساندوا المنتخب الوطني، انه تيمثلنا حنا كمغاربه سواء داخل البلاد ولا خارج المملكه. تاسفوا اللاعبين لانه كان عندهم تاثير حتى في تاهل كاس العالم. للاسف ما تناداش عليهم، ولكن هو بغى ينادي على اللاعب الجاهز، اللاعب اللي غادي يعطي اضافه. ما قلت الى شي منتخب فرنسا ولا حتى المنتخب الارجنتيني والبرازيلي كانوا ضحايا وديال اللاعبين اللي مؤثرين في الانديه ديالهم. نقدر نقولوا فيرمينيو هداف ليفربول هو ما كاينش في الاحد ديال البرازيل، وبالتالي مدربين عندهم واحد اللائحه محدوده ديال 26 لاعب ما فيهاش المحاباه ما فيهاش العاطفه. كان غياب ديال الحارث اللي نتمنوا له الشفاء العاجل. دابا كلشي تينتظر الاسم اللي يقدر يعوضو، تقدر تكون شي مفاجاه مازال حتى شي حاجه واضحه. تنتاسفوا اللاعبين اللي ما تناداش عليهم، ولكن هذا دور الناخب الوطني هو تما باش ياخذ قرارات حاسمه براغماتيه. اكيد يمكن كاين الناس تتعاطف مع لاعبين اللي ما تناداش عليهم، كاين اللي تتعاطف مع راحمي، ولكن الركراكي يرى الاشياء من منظور اكثر واقعيه اكثر من حنا تنشوفوا نظره ديال التعاطف شيئا. نعم. سي محمد امين، اللائحه النهائيه كذلك دائما واش غادي تبقى صالحه لكل السيناريوهات المحتمله سواء تعلق الامر باصابات او طرد مثلا لا قدر الله؟ بطبيعه الحال المدرب وليد الكراكي كندور منه قام بالحسابات ديالو قبل ما يعلن على اللائحه وقبل ما يصيغ الاسامي ديال اللائحه ديالو، لائحه 26 لاعبا. كنظن بان لائحه متوازنه، لائحه مقدوره ان تقدم الافضل لكره القدم الوطنيه في المونديال القادم، سواء طرد لاعب او باصابه لاعب او لا قدر الله فقدنا لاعب لاي ظرف كان، سواء بالاصابه سواء بالمعاقبه القانونيه داخل الزجريه داخل الملعب. كنظن بانه كاينين لاعبين ما يكفي باش يعوضوا كل طرد او كل غياب ديال اي لاعب امين حارس الان. صحيح انه احزننا الغياب ديال هذا اللاعب بكل صراحه، خصوصا بعد التالق ديالو الكبير في المباراتين الوديتين الاخيرتين في الديار الاسبانيه امام المنتخب التشيلي اولا وامام المنتخب الباراغواياني اللي قدم اداء كبير جدا، وابدى نوع من التجانس ومن الانسجام مع باقي العناصر خصوصا في خط وسط الميدان. امين حارس فقدناه، لكن كنظن بانه كاين من العناصر ما يكفي باش يعوضوا. حتى في اللائحه حاليا للمدرب وليد الكراكي كاينين عديد من اللاعبين داخل اللائحه يمكن لهم انهم يعوضوا اللاعب امين حارس، يمكن انهم يقوموا بنفس الدور اللي كيقوم به امين حارس. واي لاعب بطبيعه الحال غاب على اللائحه وغاب على الفريق الوطني، كنظن ان قائمة ثرية وغنية وبمقدورها على الأقل أن تقدم لنا مونديال للذكرى، مونديال اللي ينسي المغاربة قاطبة كل أحزان اللي طالتهم في النسخ السابقة من المونديال، أو على الأقل المرور للدور الثاني لأول مرة منذ 86. غبنا كثيرا على الدور الثاني وهو إنجاز نحن متعطشين له جميعا. شكرا سي محمد أمين علام، شكرا لكم جميعا. بعد لحظات نواصل بكل وضوح على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو من الرباط، والإنجازات إنجازات كرة القدم المغربية. ابقوا معنا لا تذهبوا بعيدا. أهلا بكم من جديد ضمن الجزء الثاني من برنامج بكل وضوح على إذاعة الأخبار المغربية. الحلقة اليوم رياضية ونخصصها للإنجازات الرياضية في المغرب، وأذكر يحضر معنا كل من الصحفي الرياضي محمد أمين علام، لبنى بالعباس لاعبة المنتخب المغربي لكرة السلة سابقا ورئيسة لجنة كرة السلة النسائية في المغرب، وأيضا حارس مرمى اتحاد توارقة سي عبد الرحمن الحواصلي. مرحبا بكم من جديد مرة أخرى. غادي نطرح السؤال هذه المرة، شكون يقدر يكون بديل ديال اللاعب اللي تصاب واللي الان من المؤكد انه غيغيب على التشكيله ديال او اللائحه ديال الفريق؟ نعطيو الكلمه للسي الحواصلي، ربما عنده راي اخر. اكيد انه غنعاودوا نتاسفوا الغياب ديال امين حارث اللي بكل صراحه اصابه من اصعب الاصابات اللي تعرض لها لاعب كره القدم. اونتورز دي ليغامون كروازي جاتو في لو جونو غوش، نتمنوا الشفاء تاخذ وقت بزاف. على العموم نتمنوا ان الاسم اللي غيتنادى عليه يكون في المستوى ديال تطلعات الجماهير المغربيه.
كما قال سي محمد امين، فاللائحه فهي جد ثريه، لا اللي كاين دابا في اللائحه النهائيه ولا اللي كاين حتى في اللائحه الاحتياطيه، لان تعرف المدربين المنتخبات الوطنيه يديفوال ديك لا ليست فينال لا فيفا، وتتبقى واحد اللائحه احتياطيه تاهبا لشي حاجه طارئه بحال هكا. كمجموعه من الاحتمالات، الشارع المغربي باغي اسماء، وانا عارف وليد الركراكي طريقه التفكير ديالو فهي مغايره. اظن بانه غالبا اصداء اعلاميه كاين تقدر تكون شي مفاجاه، شي اسم اللي ما كانش مطروح بتاتا في الاعلام. المنظور ديالي غاديش نخدم العاطفه، غنقول لك بانه دابا في اللائحه النهائيه قالها سي امين قبل مني، كاينين اللاعبين اللي واجدين انهم يعوضوا امين حارث. بالتالي اظن بان الاتجاه ديالو الركراكي ولا المنادات غتكون على شي لاعب من الشبان اللي يقدر يكتسب تجربه وياخذ تجربه، ماشي غينادي على لاعب اللي غيعتمد عليه كرسمي، لان الحمد لله قطع الغيار فهي جد متواجده الحمد لله وبكثره وبواحد جوده عاليه. سي الحواصلي، كتعرف وليد الركراكي عندك معاه تجربه. وليد الركراكي هذه اول تجربه كيخوضها في كاس العالم كمدرب. كيفاش غادي يتعامل مع هذه المنافسه الكرويه الكبيره باش يتمكن من قياده اسود الاطلس للدور الثاني على الاقل من البطوله؟ اكيد هو مدرب شاب كما قلتي، ولكن بعقليه وبكاريزما خاصه. كان لي الشرف اني اشتغلت معاه. هو من نوع المدربين اللي تيفكر في المجموعه، في الجروب، في مستودع ملابس قريب جدا للاعبين، تيخليك انك تلعب ليه. يمكن الكلام ديالي غيجي غامض شويه، ولكن كاين نوع المدرب اللي تيخليك ان تتعاطف معه لدرجه انه تتبقى في الدرجه ديالنا تتقاتل في الملعب باش تفرحه هو. بالتالي النجاحات ديالو بانت بهذه الطريقه هذه، لا مع فتح الرباط اللي خدينا مع كاس العرش وبطوله ونهائي كاس العرش، لا مع فريق الوداد اللي خدا مع عصبه الابطال الافريقيه ولقب بطوله وطنيه ولعب مع السوبر كوب، ولا مع نادي الدحيل القطري اللي دا معه بطوله. بالتالي الذكاء وطريقه التعامل مع اللاعبين تتخلي انه يولي واحد التاثير اللي هو ايجابي. وهذا الشيء بان المنتخب الوطني فقط بعد اسبوع ديال التدريب، مباراتين وديتين امام الشيلي والباراغواي، بانت طريقه اللعب مغايره، تحس بانه كاين واحد الفرح واحد السعاده في المجموعه ديال المنتخب الوطني. حتى الجمهور المغربي خرج فرحان بطريقه اللعب والاداء والقتاليه. هو فعلا ما عندوش تجارب مع منتخبات، لكن الذكاء ديالو والطاقم التقني اللي معاه اللاعبين اللي منهم سي رشيد بن محمود اللي كان عنده تجارب سابقه، رغيب. اظن بانه هذا الخليط والدعم ديال الجمهور الكبير والامكانيات اللي توفر جميع المملكه المغربيه لكره القدم، هذا غتعطينا واحد المنتخب اللي انا جد متفائل بانه غنمشيو للدور الثاني. اكيد ما غتكونش بسهوله، غيكون صعيب لان مجموعه جد صعبه، ولكن اثق كثيرا في الدهاء ديال وليد الركراكي. الطريقه ديال الاداء ولا الاداره ديالو المجموعه ديالو غتخلي انه يكون عندنا منتخب قوي بفرديات هائله، ولكن تصب في مصلحه المجموعه. نتمنى ذلك ان شاء الله. السي الحواصلي، غادي نمشيو عند السي محمد امين علام. بناء على ما سبق وتحدثنا عليه، حظوظ المنتخب المغربي في هذه المجموعه اللي فيها وصف بطل كاس العالم كرواتيا، منتخب بلجيكا المدجج بالنجوم، وكذلك كندا اللي لا ينبغي الاستهانه بها. بطبيعة الحال على مدى الكلام ديالي مما انهيت به، المنتخب الكندي خاصة لا يستهان به، خصوصا واننا نحن المغاربه لدغنا من الجحر مرات ومرات. المنتخب الايراني في مستهل النسخه السابقه كنظن بانه كان هناك نوع من الاجماع على سهوله الخصم، 3 نقاط سهله في الجيب يمكن الانقضاض عليه بشكل سهل، لكن الواقع ارضيه الميدان بينوا لينا بالملموس ان مباريات كاس العالم ما فيهاش خصم سهل، ما فيهاش خصم صعيب. على المدرب وليد الركراكي ان يتعامل مع كل مباراه على حده، وان يناقش المباريات بناء على مستوى الخصوم، مستوى لاعبي الخصوم، وايضا فكر مدربي الخصوم. كنظن بان المدرب وليد الركراكي في التجربه ديالو على الاقل الموسم الماضي، في الموسم التاريخي ديالو مع فريق الوداد الرياضي، حين حقق لقب دوري ابطال افريقيا الثالث للفريق وحقق لقب الدوري المغربي بسيناريو هيتشكوكي في الجولات الاخيره، كنظن انه بين بالملموس على انه مدرب يحسن التعامل مع المباريات الصعبه، يحسن امتصاص الضغط، يحسن كذلك لغه التصريحات. ما يعجبني كثيرا في المدرب وليد الركراكي انه
كيبدا المباراه عبر انطلاقا من الكونفيرونس دو بريس اللي كتسبق المقابله، يعني بحال كي يرسل الضغط باكمله على الخصوم عبر المؤتمرات الصحفيه، وبالتالي فان المباريات صعبه باكملها. البدايه بمباراه المنتخب الكرواتي اللي هو وصيف بطل العالم اللي كيضم في الصفوف ديالو خيره اللاعبين على مستوى العالم، ايفان بيريسيتش اللي كيقدم اداء كبير جدا حاليا مع فريق توتنهام هوتسبور، ايضا النجم لوكا مودريتش اللي قاد ريال مدريد في السنوات الاخيره للمجد الاوروبي بتحقيق 3 ألقاب متتاليه من دوري ابطال اوروبا، وعديد اللاعبين. المنتخب البلجيكي غني على التعريف، العنوان الابرز في المنتخب البلجيكي هو الدينامو ديال المنتخب البلجيكي كيفن دي بروين، اللاعب اللي كيعتمد عليه بيب غوارديولا في المان سيتي بواحد الشكل كبير. كنظن بان معطيات وليد الركراكي يفقهها كثيرا ويعلمها بشكل كبير وغيتعامل معها بواحد الشكل دقيق جدا. المباراتين الاوليين هما المفتاح ديال التاهل الفريق الوطني، ومن ثم مناقشه المباراه الثالثه امام الفريق الكندي بدهاء وبسخاء من النخبة الوطنية وانقضاض على 3 نقاط تخول لنا المرور إلى الدور الثاني. قلت وغبنا كثيرا عن الدور الثاني ونحن أمة ديال كرة القدم داخل القارة الإفريقية. كنظن بأنه حان الوقت باش نحققوا شيء لهذا الجيل باكمله. ما شافش المنتخب ديالو كيتالق في المنتخب في الكاس العالم، ما شافش المنتخب ديالو كيمر للدور الثاني وكياخذ مباريات اقصائيه في الدور الثاني. كنظن بانه حان الوقت. عندنا من اللاعبين ما يكفي، لاعبين نجوم، عندنا من مدرب بجوده عاليه، مدرب شاب، مدرب وطني لاول مره منذ 1994 كيدرب المنتخب الوطني في كاس العالم، مدرب وطني بعد المرحوم عبد الله بليندا عام 1994. كنظن بان معطيات وجب استغلاله من اجل تحقيق الشيء الكثير للأمة المغربية وللمملكة المغربية في المونديال اللي هو على الأبواب. شكرا سي محمد أمين. الظروف ملائمة لتحقيق نتائج إيجابية للبنى في نظرك؟ واش غادي يحقق المنتخب المغربي نتائج إيجابية اللي تفرح المغاربة؟ احنا كنا متحمسين وفرحانين وعجبنا الحال وكنتمنى، ولكن بهذه المعطيات وبالمعطيات الأخرى ديال المنتخبات الأخرى واش قادرين نحققوا نتائج؟ قادرين، كلنا باغيينها. نعم هذه كلشي كيتمنى. انا اللي كنشوف لو بوين فور اللي عند السير كراكي هو لو كوتي ديناميك دو جروب اللي هي مجتهد فيها. كنقول مجتهد فيها ماشي اكثر من الاخرين، ولكن كنلمسوها اولا في ليكيب دو طرافاي ديالو. كاينه واحد الانسجام كيبان، حيت كل واحد واخد الخدمه ديالو، كل واحد واقف في بلاصتو. كنهضر بصفه اجماليه كيفاش كيشوفوا الناس. عنده واحد لا مانيير باش كيهضر مع اللاعب ديالو. كاين واحد الانسجام ما لمسناش قبل في اخر مدرب وطني. دونك انا كنقول بان الجانب النفسي في الرياضه بصفه عامه هو، انا كنشوف بان سي ان غران بوين فور. الا كان عند المدرب راه ربح ولادو، كيف ما قال سي الحواصلي كيلعب ليه. الا وصل لهاد النقطه انه يلعب يفرح المدرب، انا كنقول بان المدرب نجح انه يوصل المعلومه للعاب، ووصل اللعاب الطاقه الفوق الطاقه اللي عنده فوق داكشي اللي باغي يعطيه. دونك هذا لو بوين هذا اللي تري بوزيتيف بالنسبه لنا كمغاربه، ان عندنا مدرب شاب ضليع بالبرمجه اللغويه لا بي ان ال اللي كنقولوا انا حنا التنميه الذاتيه في الرياضه، اللي هي واحد الحلقه صعيبه ما عندش المدربين كاملين اللي يمكن له يفهم اللاعب ديالو ويخرج منه داكشي اللي بغا. نعم. السي الحواصلي، في نظركم هل يكرر المغرب انجاز مكسيكو 1986 في مونديال قطر؟ قلت لك في السؤال السابق اخي يونس، انا جد متفائل. قلت لك لو كان بقى الجامعه المغربيه مثلا ابقت على المدرب وحيد كمدرب كنت غنكون متشائم، ولكن في القدوم ديال وليد الركراكي هناك حتى اجماع على المدرب وليد الركراكي. كل يعني المتتبع الرياضي خصوصا كره القدم، الجماهير المغربيه فرحت كثيرا عند سمعها بخبر توقيع وليد الركراكي. لما تجتمع جميع الظروف، امكانيات، لوجيستيك، لاعبين على اعلى مستوى، طاقم تقني موسع، ماشي غير داكشي اللي تنشوفوا في التلفاز، راه كاين تقنيين اللي ما تيبانوش كاع في الشاشه،
هما اللي تيقوموا بالفيزيوناج، تقطيع ديال اللقطات، نقاط الضعف ونقاط القوه ديال الخصوم، تتبعهم في المباريات الوديه ديالهم، يعني الخطط اللي تيلعبوا بها المدربين. هادو مجموعه من الاشياء المتوفره حتى اقامه كاس العالم في بلد عربي مسلم بجاليه مغربيه مهمه. اكيد غادي يكون عنده واحد الطابع خاص، وغادي يخلي بان الحضور الجماهيري حتى الجماهير العربيه بانت من خلال يعني الصور التي تصل من الدوحه بان الجمهور العربي سيساند المنتخب المغربي. وبالتالي هذه ظروف ومحيط بصفه عامه يشجع او يدفعني الى التفاؤل بان هذه فرصه لا تعوض في كاس عالم منظمه في بلد عربي شقيق، انه نعاودوا نكرروا الانجاز ديال 1986 باش ذاك التوهج اللي تتعرفوا المملكه المغربيه على جميع الاصعده نكرسوه خصوصا في كره القدم، ونبينوا باننا بلد ديال الشغف بكره القدم. انا متفائل بجميع لغات العالم انه ان شاء الله غادي نمروا الدور الثاني في مجموعه جد صعبه امام خصوم ماشي سهلين، ولكن لكامل الثقه في الكتيبه ديال السي ودركراكي بانه غادي نفرحوا جميعا ان شاء الله، ان شاء الله، ونخرجوا هذه الاعلام ديال البلاد ديالنا، لان هذه البلاد هذه واحد البلاد شريفه وشحال هذه ما فرحنا بكل صراحه. الازمات كما قلت ازمات عالميه، وكره القدم تتبقى هي ذاك المتنفس اللي غادي يفرحنا ان شاء الله. نعم ان شاء الله. سي محمد امين علام، الى جانب المشاركه ديالنا في المونديال حققنا دوري ابطال افريقيا، كاس الاتحاد الافريقي، كاس سوبر اللي تلعب بين فريقين وعلى مغربيين وعلى ارض مغربيه. كيف يمكن ان تحافظ الكره المغربيه على هذا المستوى؟ بطبيعة الحال هذه الإنجازات برمتها ما جات من فراغ. منذ تولي السيد رئيس الجامعة فوزي القجع رئاسة الجامعة الملكية المغربية عام 2014، والأعمال يعني كان هناك نوع من التراكم في أروقة الجامعة. كان واحد المجهود جبار كبير قامت به الجامعة المغربية، واحد الإصلاح هيكلي كبير داخل الجامعة المغربية لكرة القدم، في كرة القدم منظومة كرة القدم الوطنية، وأيضا ما أبعد من ذلك هو في دواليب الاتحاد الافريقي لكره القدم. هذه الانجازات القاريه اللي حققت لها الانديه المغربيه مؤخرا، لا الوداد الرياضي ب3 ألقاب، لا الرجاء الرياضي ب3 ألقاب، لا نهضة بركان بنفس العدد من الألقاب، يعني 9 ألقاب كاملة، وهو واحد الرقم كبير وكبير جدا خلانا نرتقي للصف الثاني إفريقيا في لائحة المتوجين على مستوى الأندية بعد الأشقاء المصريين. يعني الحفاظ على هذه الإنجازات تستوجب منا مواصلة العمل على كافة الأصعدة، محافظة على التمثيلية ديال المغرب داخل أروقة الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، لأنه معطى مهم ومهم جدا، هو اللي كيخلي الأندية المغربية وكيخلي المنتخبات الوطنية أنها ما تتعرضش لنفس الظلم اللي تعرضنا ليه في سنوات العجاف. كتخلينا نلعبوا في جو من الإنصاف، في بيئة سليمة، في الأدغال الإفريقية من أجل تحقيق المراد. أيضا كذلك ومثال هو الحفاظ على ذاك الزخم الجماهيري، لأن الزخم الجماهيري والقدرة الجماهيرية ديال الأندية المغربية اللي قادت الأندية المغربية نحو تحقيق هذه الإنجازات برمتها. وأيضا مواصلة دعم الأندية المغربية على كافة المستويات ماديا ومعنويا ولوجستيا، وهي الأعمال اللي قامت بها الجامعة الملكية المغربية مؤخرا منذ تولي السيد فوزي القجع رئاسة الجامعة منذ 2014. وكنظن بأن غنختم بما قاله السيد فوزي القجع في تصريح مضى، أن الزمن ديال تحكم بعض الجهات في أروقة الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، تحكم في هذه الفيدرالية القارية لما يخدم مصالح الأندية ديالها وكرة القدم ديالها، كنظن بأنه ولا من الماضي آن عهد آخر، العهد ديال الإنصاف، العهد ديال الإيضاح. وفي ظل هذا المناخ وهذه البيئة السليمة، الأندية الوطنية في ظل الامكانيات اللي كتوفر عليها لا ماديا لا لوجستيا ولا جماهيريا، كنظن باننا غادي نبقاو غاديين في نفس المسار وفي المنحى التصاعدي ان شاء الله، تحقيق انجازات اخرى تفرح الامه المغربيه وكتشرف المملكه المغربيه داخل القاره الافريقيه. نعم شكرا سي محمد امين. استاذ لبنان، المنتخب الوطني النسوي لاول مره في تاريخه تاهل نهائي كاس افريقيا. واش هي بدايه جديده لكره القدم النسويه في المغرب؟ دونك نقدر نقول بان في الرياضه الجديده ولا في السبور مودرن دابا حاليا من بعد التغييرات اللي ولات في الشركات الرياضيه اللي عرفت تحول استراتيجي في تسيير
الرياضه بصفه عامه وبتسير كره القدم. كتعرفوا بان كره القدم الجامعه كانت سباقه الى الخوض في هذا التغيير في لي ستاتيو من جمعيه رياضيه الى شركه رياضيه. و من ثم كتبان بان التسيير كيولي بواحد الطريق عقلاني، بواحد الطريق اللي هو كيلزم علينا واحد الحكامه جيده باش نسيروا واحد النوع رياضي ما. استراتيجيه السي فوجي القجع كانت هذه واحد السنه قبل. رأت ان البريمير ديفيزيون الدوزيام ديفيزيون ان هي تاخذ هي تحمل اقتصاديا لي سالير ديال اللاعبات ولي سالير ديال المدربين، وزاتهم البوس لكل فريق. هذا كله كيخلينا نعرفوا واحد لا ستابيليتي اقتصاديه ولا ستابيليتي سوسيال اللي كتخلي البنت تلعب تكون تكنيكمون فورت، لان من الناحيه النفسيه يمكن سوسيال نفسيه، لان مرتاح النادي، مرتاح المدرب، مرتاح اللاعبه. وهذا الاستراتيجيه ما عطات لنا نتيجه اللي هي مزيانه، لان كيف قلت قبيله ما كايناش عصا سحريه. على راس خلق العصبه، هاد العصبه هذه على رئيستها امراه اللي كتفهم في كره السله النسويه، وطبقت واحد الاستراتيجيه معينه عطاتها للجامعه. خلقت هي شراكات مع الاكاديميات ديال التربيه الوطنيه. كان واحد الخدم كنقولوا ان ترافاي دو فون اللي بدا دو لا باز، ما يمكنلوش ما يعطيش نتيجه. لان كنعرفوا كاينه الخدمه او نيفو دي زاكاديمي سبور ايتود، من بعد كتمشي لو كوتي دو لا زون، من لا زون كتمشي للمعهد معموره، من معموره كتمشي للفرق الوطنيه. دونك كاينه واحد التسلسل ديال واحد التطبيق ديال واحد المنهجيه اللي هي رياضيه، اللي هي واضحه، خاصها غير الامكانيات وخاصها لو سويفي ديال التتبع ديال هاد المراحل. انا كنشوف بان النتيجه كانت متوقعه، لان ما دارت اهداف حتى كان واحد لي زانديكاتور دو بيرفورمانس اللي هما واضحين، اللي هما هادو. الان كنتواجدوا في السنه الثانيه ديال العصبه النسويه اللي دوزات واحد السنه اللي قبل بنجاح. قدرت تبقى قابطه في العدد الفرق ديالها اللي قبل 14 فريق في لا بريمير ديفيزيون، 28 فريق في الدوزيام ديفيزيون. دونك كاينه اون ستابيليتي. هذا ما كيبين الا ان كاين واحد كما كنقول هذه ما انترافيدون، كاينه امكانيات وكاينه شفافيه في الخدمه اللي كتخلي النتائج ما كتكون الا واضحه وبهذا الشكل هذا. شكرا لك لبنى بالعباس، شكرا لكم جميعا. نواصل بكل وضوح بعد هذا الفاصل القصير. ابقوا معنا مستمعاتنا ومستمعينا على ريم راديو. أهلا بكم من جديد ضمن الجزء الثالث والأخير من برنامج بكل وضوح، وموضوع الإنجازات الرياضية في المغرب. ونواصل هذا الحوار. نمشيو عند السي الحواصلي هذه المرة. كيف سيؤثر تأهل لبؤات الأطلس النهائي نهائيات كأس العالم وتتويج فريق الجيش الملكي النسوي بعصبة الأبطال الأفريقية على باقي الرياضات النسوية؟ في اعتقادك كيفاش غيأثر؟ أكيد كما قالت لبنى بأنه هذا الاهتمام الكبير اللي تتوليه الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، خصوصا في شخص السي فوزي القجع في كرة القدم النسوية، أكيد هذا التوهج وهذه النجاحات وهذه الألقاب غتكون واحد القاطرة، واحد الداعم الرياضة النسوية بصفة عامة، وغتكون واحد الغيرة إذا بغينا نسميوها إيجابية من مسؤولين الرياضات الأخرى أنهم يمشيوا على النهج اللي مشات عليه كرة القدم. لما لا؟ لأن عندنا في الرياضات الأخرى بطلات، لا في الرياضات الجماعية ولا في الرياضات الفردية اللي يقدروا وبإمكانهم. والمرأة المغربية دائما معودتنا على أنها دائما يعني قد المسؤولية وعندها من الإمكانيات ومن المهارات الشيء اللي يخليها أنها تجيب ميداليات وتجيب ألقاب لخزينة الرياضة المغربية في جميع الرياضات كما قلت. هذا الشيء ما غاديش يكون بالسهل أكيد كما قلت، لأنه هذا موراه واحد دعم مادي كبير. وحتى في الإدارة التقنية هناك أشخاص اللي عندهم الملكات وعندهم من الشواهد
اللي يخليهم انهم لان التدريب المنتخبات ولا الانديه النسويه راه ماشي هو نفس المقومات ديال الذكور الا بغينا نقولوا. حتى في طريقه اللعب ديال مثلا في كره القدم النسويه فما كاينش تحايل مثلا في داخل مربع العمليات، ما كاينش احتجاج على الحكمات، كاين واحد لا ديسيبلين غريبه بكل صراحه، وكاين واحد الكره اللي نقيه. نتمنى ان هذا التوهج ديال المنتخبات الوطنيه في شخص منتخب الكبيرات ولا منتخب اقل من 17 سنه واقل من 19 سنه، والتوهج ديال الجيش الملكي مؤخرا باحرازه لقب عصبه الابطال الافريقيه كاول نادي مغربي تيجيب هذا اللقب الخزينه ديال كره القدم المغربيه، انه يساهم في التطور ديال الرياضه النسويه اللي بكل صراحه لازم اننا نشوفوا الجهه ديالها الا بغينا نطبقوا ذاك التوجيهات الساميه ديال صاحب الجلاله الملك محمد السادس الذي دائما ما يدعو في جميع خطاباته ولا في السياسات ديالو الى الاهتمام بالمراه. واظن بان الاهتمام بالمراه لازم يبدا من الرياضه اللي تتزاولها المراه المغربيه من الابتدائي، من الاعدادي، من الثانوي، باش الله يكون واحد التلاحم اللي بغينا نقولوا، واحد العدل، واحد الانصاف في كل ما هو رياضي على الاقل، في انتظار يعني جوانب اخرى للحياه. نعم. الحمد لله بعدا تنهنيو الجيش الملكي بهذا اللقب اللي ما جاش من السهل، وكان بعمل كبير لسنوات طويله، ونعرفوا بان النواه الاولى ولا واحد 90% ديال اللاعبات المنتخب الوطني فيها مشكله من لاعبات الجيش الملكي اللي تنهنيهم بهذا اللقب، وحنا في انتظار التالق ديالهم في كاس العالم المقبله، لانه الكلام ديالكم السيونس يبان بان ما بقيناش راضيين فقط بالمشاركه من اجل المشاركه. نعم. انت براسك تقول واش ندوزوا للدور المقبل، يمكن يكون هذا هدف منتخبات قويه طحنا معها في المجموعه ديال كاس العالم، لكن ثقتنا في ذاك اللاعبات، ذاك المراه المغربيه الصبوره المكافحه المجاهده بانها حتى هي ان شاء الله غتهز العالم المغربي خفاقا ان شاء الله. السي محمد امين، المنتخب المغربي لكره القدم داخل القاعه حقق حتى هو انجاز مهم، توج بطل القارات، كذلك تاهل لدور ربع النهائي في كأس العالم. الأسباب ديال التألق في نظركم كيفاش يمكن لنا نحافظوا على هذا التوهج ولما لا الفوز بكأس العالم؟ اولا بين قوسين عندنا لاعب حاليا نادى عليه المدرب وليد الركراكي في القائمه ديال 26 لاعب، واللي تألق الموسم الماضي، قاد الوداد الرياضي نحو تتويج بدوري ابطال افريقيا وبالدوري المغربي، ومتواجد حاليا مع الفريق الوطني الا وهو يحيى جبران، اللي انطلق من ملاعب كرة القدم داخل القاعة وكان لاعب في صفوف الفريق الوطني داخل القاعة. وإنجاز ربما غير مسبوق في تاريخ كأس العالم أننا نشوف لاعب انطلق من منتخب داخل القاعة والآن يمارس مع الفريق الوطني القومي لكرة القدم في مونديال اللي هو أكبر منافسة كروية في تاريخ كرة القدم. يعني هذه المشاركة في كأس العالم 2012 بتايلاند مع منتخب داخل القاعة، يكون نعم. أول لاعب في العالم اللي غيشارك في جوج كؤوس العالم ولكن داخل القاعه بصيغتين مختلفتين. يعني واحد الانجاز كبير جدا كنفتخروا به حنا كمغاربه. وانطلق من منتخب كره القدم داخل القاعه اللي هو واحد الورش. سالتيني قبل قليل سي يونس عن شكون الاسباب اللي خلات المنتخب داخل القاعه يتالق بهذا الشكل الكبير. كنظن بان الرعايه الكبيره اللي ولاها رئيس الجامعه الملكيه لكره القدم منذ مجيئه لهذه الصيغه من كره القدم، كانوا نوع من التراكم سنه من وراء سنه عبر التجمعات، عبر المعسكرات، الدعم المادي، الدعم اللوجستي، والاهتمام بواحد الشكل كبير خلانا في الاخير اننا نقطفوا الثمار. وماشي كاي ثمار، حنا عندنا حاليا الرياده داخل القاره الافريقيه في هذه الصيغه من كره القدم داخل القاعه. لقبين في كاس افريقيا متتاليين هو انجاز كبير جدا، بطوله العرب وايضا ربع نهائي كاس العالم. وما نساوش اننا حنا في التوب 10 ضمن افضل 10 منتخبات في العالم حسب تصنيف الفيفا. يعني واحد الانجاز كبير وعمل جبار كيقوم به السي دقيق اللي كنوجهوا ليه التحيه من هذا المنبر ديال ريم راديو، وكنقولوا لنا واصل في العمل ديالك. وهي واحد بحال المشتل اللي كيستقطب لاعبين، يمكن ما خصناش نغفلوا على هذا المشتل هذا، لانه ممكن يقدم لنا لاعبين
يمكن لهم يمارسوا مع الفريق الوطني القومي مستقبلا سيرا على نهج يحيى جبراني. اذا كنظن بان المنتخب غادي في تطور كبير، وكنظن بانه غيبقى مواصل محافظ على التالق ديالو في المسابقات سواء اقليميه العربيه او القاريه الافريقيه او الدوليه في كاس العالم. ومن نساوش بان البطوله الوطنيه حاليا على مستوى كره القدم داخل القاعه غاده بواحد الشكل كبير جدا، واللي عباره على من بين الاسباب والعوامل اللي غتخلينا نحافظوا على هذا النسق هذا، ونحافظوا على الانجاز، ونحافظوا على التالق ديال المنتخب الوطني داخل القاعه، باش يبقى غادي بواحد الشكل متوازن مع ورش كره القدم النسائيه، مع ورش كرة القدم على صعيد الأندية، ومع ورش كذلك تنظيم التظاهرات اللي نجحنا فيها بواحد الشكل كبير مؤخرا. والورش الأهم والأكبر هو المنتخب القومي، المنتخب الوطني المغربي. الآن غنبداو مع السوليد الركراكي بالمونديال، الهدف الأسمى على الأقل العبور للدور الثاني، ثم الهدف الأكبر وأقوله بين قوسين هو التتويج بلقب الكان كأس إفريقيا. لأنه من العيب أن أمة مغربية، أمة كرة القدم حقيقي داخل القارة الإفريقية، متحصل على لقب وحيد في كأس إفريقيا ومنذ 1976. كنظن من الكان القادم هدف راسمينو جميعا حنا كمغاربه، باش نبقاو بواحد الشكل غادي بواحد الشكل متوازن في الانجازات السابقه اللي حققتها كره القدم الوطنيه على كافه الاصعده ولا كافه الاوراش. نعم. لاله لبنى كيفاش تفضلي؟ نقدر تفضلي طبعا. سي محمد امين. بالنسبه لرياضه كره القدم داخل القاعه، كان هناك واحد الورشات كبيره كانت من طرف وزاره الشباب والرياضه سابقا، انها دارت واحد الورشات ديال بناء مجموعه من القاعات متعدده الاختصاصات. هاد الاستراتيجيه دارت على اساس ان غتكون واحد الرياضه ديال الهواة، باش الناس اي واحد يمكن له يتجمع واحد الفرقه وتلعب داخل القاعه من 11 الليل 12 الليل. كان هذا كنسمعوها اللي بغى يمشي يتريني ويعرق شي شويه يمشي يلعب الميني فوت في لاصال. دونك الناس ولا استراتيجي ديال الجامعه كانت ذكيه. علاش؟ لانك تم تخلق مجموعه من الانديه من الجمعيات من هاد الناس اللي كانوا يلعبوا غير باش يديروا رياضه ديال الهوايه. كان ذكاء انه من خلال هذه الهوايه هذه قدرنا نبثقوا منها جمعيات اللي قدرت تخلق بطوله حنايا ضالعين فيها، بحال البيتش فولي، بحال البيتش سوكر، بحال هذا رياضه كره القدم داخل القاعه. كنعرفوا بان كاين واحد نادي عريق اللي هو ديال قنيطره، لاجاكس ديال قنيطره، كانوا هما قلال، ولكن سويت على استراتيجي ديال الانفراستركتور اللي عطات هاد الماده خام اللي استغلتها الجامعه باش خلقت انديه باش قدرنا نوصلوا دغيا. هادشي راه وليد ديال 6 سنين ولا 7 سنين، ماشي بزاف، بان حنا كيف ما قال السي محمد امين بان الدوله ديال كره القدم، غير حنا مختلفينها. هذه شويه في لاصال، هذه في البيتش سوكر، وعاد كره القدم فوق العشب. بغيت غير ندير اضافه نعم. السي الحواصلي، بالعوده للمستوى اللي ظهر به المنتخب المغربي لكره القدم في مباراتي الشيلي والباراغواي الوديتان، واش يمكن اعتبارها دليل بان المنتخب المغربي واجد باش يحقق انجاز مشرف لكره القدم المغربيه؟ انا عارفك متفائل، ولكن الا قدرتي لا ممكن تزيد تشرح لنا شويه تقنيا زعما كيفاش ممكن اليوم نتفائلوا اكثر بالمنتخب المغربي في المونديال. اكيد في الكلام ديالك فالامور واضحه. كان ما كانش وقت طويل عند سي وليد الركراكي في انه يوجد ذاك المباراتين الوديتين، لان كان معسكر فقط ديال اسبوع. مباراه شيلي منا في وجه افضل من المباراه الثانيه ديال باراغواي، وانا متفق معك. الا بغينا نكونوا واقعيين بتفاؤل هذه لا نقاش فيها، ولكن سي وليد الركراكي كان امام الامر الواقع، لان كان بالضروره خصو يعطي فرصه للاعبين اخرين يشوف. لأن المباراة الأولى لعب 4-1 المباراة الثانية لعب 4-2-3-1. نقدر نمشي معك بعيد في أن المباراة ديال جورجيا الودية ديال يوم الخميس على ما أظن يقدر يلعب بخطط مغايرة، لأنه ما يمكنش يحافظ على خطة واحدة، بالعكس خصو يلعب بخطط اللي غتساير ولا تقدر توقف نقاط القوة ديال كرواتيا وديال بلجيكا. وبالتالي غادي نرجع نقول لك التجربه ديالي معاه السابقه، فكاين مباريات اللي لعبنا بهاد الخطط، وكاين مباريات لعبنا حتى ب3-5-2
اللي من خلالهم تقدر تلعب بجوج رؤوس حربة. مثلا الناس اللي متفائله بعوده عبد الرزاق حمد الله بحال سي محمد امين، نقدروا نشوفوا واحد الثنائيه ديال النصيري عبد الرزاق حمد الله، ولا شديره حمد الله، ولا شديره النصيري. تنعرف وليد الركراكي واحد الانسان مجتهد. كما قلت الطريقه ديال اللعب غتبدل، ما تستناش الجماهير المغربيه بان غتكون عندنا نسبه الاستحواذ كثيره. اكيد غادي يكون واحد لو بلوك الا بغينا نقولوا ميديوم، غنخليو شيئا ما الكره للخصم ونمشيو في هجمات مضاده او في كرات ثابته اللي من خلالها نقدروا نفاجئوا الخصوم. ما نكذبوش على راسنا، وقلتيها في التقديم ديالك بان حنا في مجموعه اللي تضم وصيف بطل كاس العالم اللي هو منتخب كرواتي، واللي قال سي امين الاسماء اللي تتلعب ليه راها مؤثره، منهم مودريتش اللي كان عنده دور كبير فوز ريال مدريد ب3 ديال عصب الابطال. المنتخب البلجيكي حديث ولا حرج، وبالتالي خصنا نلعبوا بالامكانيات ديالنا ونكونوا اكثر واقعيه، ومن كما قلتي انت ما نزيدوش التفاؤل اكثر ونكونوا اكثر واقعيه. بالتالي اظن بان السي وليد الركراكي والطاقم التقني اللي معاه اللي قلت لك فهو طاقم جد موسع وفيه تقنيين مغاربه واجانب اللي غادي يحاولوا يدرسوا، لان هذه كاس العالم وماشي ديما تنشاركوا فيها، تجي كل 4 سنوات. عندنا من امكانيات دابا اللي تخلينا بذكاء وبواقعيه اننا ان شاء الله ندوزوا للدور الثاني. ولكن اظن بانه عندنا الامكانيات، عندنا لاعبين بكل صراحه. تشوف اللاعبين ديالنا تتقارنهم مع منتخبات اخرى تيمارسوا في انديه عالميه ماشي في انديه. قبل كنا سي يونس تناديو على لاعبين تيشاركوا في انديه اوروبيه، ولكن انديه اوروبيه بين قوسين متوسطه. دابا حنا عندنا لاعبين اللي تيلعبوا في انديه سوبر ستار، نقولوا حكيمي تبارك الله تيلعب مع نيمار، مع امبابي، مع ميسي. هادو اشياء غتخلي المنتخب الوطني عنده واحد الشخصيه اخرى، لان هادو لاعبين بتاثير. واكيد كما حنا تنفكروا في مودريتش وتنفكروا في دي بروين وتنفكروا في لوكاكو، فحتى المدربين المنتخب الاخرى تيفكروا بان عندنا زياش وعندنا حكيمي اللي تيمشي على الاطراف بسرعه، وبان غيكون واحد نقطه القوه وغنعتمدوا بزاف على الجهه اليمنى اكثر من الجهه اليسرى اللي فيها مزراوي اللي هو لاعب بالرجل اليمنى غيلعب الجهه اليسرى. بالتالي حتى حنا اكيد بان المنتخبات الاخرى عندها تخوف، لان شاهدونا في المباراه الوديه، شاهدوا العناصر اللي عندنا. لا خوف علينا، ولكن في حدود المعقول. وانا متفق معك، ما خصناش نبالغوا في التفاؤل. كل ما كاين واحد الحرقه وبغينا هذه البلاد تفرح واحد شويه، هذا الشيء اللي تيخلينا نتفائلوا، خصوصا كما قلت لك مع المجيء ديال السي وليد الركراكي. كنتمناو ان شاء الله كل المغاربه كيتمناو باش يفرحوا مع المنتخب المغربي بنتائج تكون ايجابيه ومشرفه، والنتائج اللي كيستحقوها المغاربه والمغرب. سي امين، كيفاش يمكن لنا اليوم نحافظوا على التوهج ديال كره القدم ونحققوا نجاحات اكبر؟ لما لا؟ بطبيعة الحال هو مواصلة العمل العمل القاعدي، العمل الإداري، الدعم المادي والمعنوي واللوجستي لكافة روافد كرة القدم الوطنية، سواء كرة القدم النسوية، كرة القدم داخل القاعة، دعم الأندية المغربية ماديا ومعنويا وقانونيا في حالة النزاعات مع أحد الأطراف، لا قاريا ولا على مستوى الأندية. أيضا الحفاظ على العمل القاعدي والتكوين، أهم حاجة هي التكوين. كنظن بأن الجامعة الملكية المغربية في الآونة الأخيرة أولت اهتمام كبير لمسألة التكوين، لأن كنشوفوا مراكز التكوين على طراز عالي حاليا. نهضة بركان بمركز تكوين متطور جدا، الرجاء الرياضي كذلك، الوداد يسير على نفس النهج. إذن كرة القدم المغربية من حسن إلى أحسن. شريطة مواصلة العمل، مواصلة الاجتهاد، مواصلة الانضباط، ومواصلة التحلي بروح المواطنة، روح المواطنة، لأننا في أول وفي الأخير كنتمي لواحد الوطن كما قلت ليتنفس كرة القدم. كرة القدم تفرح المغاربة قاطبة. كنشوفوا حاليا الآن في الشوارع، في المقاهي، في الأحياء الشعبية، في جميع المغاربة قاطبة، لا حديث إلا عن المنتخب الوطني المغربي. أما في قطر حاليا الأصداء اللي كتوصلنا من الدوحة القطرية، الجماهير هناك كتصنع واحد الجو كبير وكبير جدا، كل فرح بالمونديال القادم وبتواجد الفريق الوطني. وانا على يقين ان اي نتيجه ايجابيه في المونديال القادم بالنسبه للفريق الوطني هي كفيله باش تذهب الخيبات ولا تذهب الازمات النفسيه والاقتصاديه الى غير ذلك بالنسبه للجماهير المغربيه. وبالتالي فإن كره القدم هي واحد المساله مهمه جدا بالنسبه للجماهير المغربيه، ويغادف من حسن الى احسن ان شاء الله. شكرا سي محمد امين. استاذه لبنى، شنو محتاجه اليوم الرياضه النسويه باش
تحقق نتائج إيجابية حتى هي باش تلحق بكرة القدم المغربية؟ كيف ما كتعرف بأن كرة الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم هي كتسني لي كونفونسيون ديالها مع رئيس الحكومة. دونك كاين ان بيدجي دانفستيسمون. فاش كنهضروا على ان بيدجي دانفستيسمون كنهضروا على واحد البيدجي اللي هو كبير. الجامعات الاخريات كتسني مع وزاره التربيه الوطنيه والرياضه والتعليم الاولي والرياضه. دونك كاين واحد سيناتور دان كونطرا دوبجيكتيف ماشي كونطرا بروغرام. دونك من البروغرام لوبجيكتيف كنعرفوا بان البودجي صغير. بودجي فيه واحد مجموعه من الاهداف اللي كتحقق. ملي كيكون ان بودجي دانفستيسمون كيكون واحد البودجي عنده واحد الرؤيه موسعه وكبيره واستراتيجيه كبيره. داكشي علاش كرة القدم وصلت دغيا، وداكشي علاش كرة القدم على رأسها سي فوجي القجع بحال كانت واحد الاريحيه في تطبيق واحد مجموعه من المساطر ومجموعه من الاستراتيجيات اللي سهلت له الامر انه يوصل. دونك هذا كنستنتجوا بان الماده ولا لو كوتي فينونسي هو واحد الحلقه كبيره ومهمه، واحد الارض صلبه وامينه اللي يمكن لها تزيد بالرياضه بصفه عامه وبالرياضه النسويه على الاخص. لان كان بحكم التجربه اللي عندي مع مجموعه من الجامعات ان كان تيتعطى ان بودجي للجامعات وما كيتعطاش ان بودجي مخصص للرياضه النسويه. كيتعطى واحد لو بودجي اللي هو ميكست، يمكن له الا مشاو البنات مزيان الا ما مشاوش ماشي مشكل. المهم حنا طبقنا واحد لا استراتيجي لان ديك الفلوس اللي تعطاونا حنا خسرناهم. كانوا البنات فيهم ولا ما كانوش، ما كاينش واحد الانديكاتور اللي كيعطيني انني نفرض انني ندي البنات ولا ما نديش. كيكون توجه ديال الجامعه. ديك الجامعه ما محاسباش انها تمشي في واحد السير ان الرياضه النسويه ديالها بصفه عامه غتوصل. المهم هي كتطبق. قدرات تجمع الكونسونطراسيون ديال الاولاد، قدروا نديو الاولاد والبنات كانوا كونسونطراسيون ما مشاوش ماشي مشكل. ما كاينش واحد الالزاميه. شكرا. نتمنوا ان الرياضات النسويه حتى هي تلقى الدعم اللازم باش تقدر تنجح. سي الحواصلي، نختموا معاك باش نحافظوا على هذا النجاح ديال كره القدم المغربيه وباش نطوروا الرياضات الاخرى. في نظرك كيفاش نقدروا نحققوا هذا الشيء؟ اذا بغينا نحافظوا على التطور اللي تعرف كره القدم المغربيه، فكما قال سي محمد امين، انا بالنسبه لي التكوين فهو واحد العامل اساسي. التكوين هو الفئات الصغرى والاكاديميات ديال التكوين اللي تكون فيها دراسه ورياضه. لانه الاكاديميات اللي كانت دي زيدول اللي بغينا نقول في المغرب انها اكاديميه محمد السادس واللي ممثله بشكل قوي في لائحه المنتخب الوطني. كاين تاكناوتي فهو خريج اكاديميه محمد السادس، نايف اكارد، يوسف نصيري. والجميل في هذا الشيء هو انه يمكن تقريبا 10 اللاعبين اللي خريجي كره القدم المغربيه، عبد الرزاق حمد الله، بدر بانون، جواد ياميق، يحيى جبران، عطيه الله، اشرف داري. هادشي تيبين بان المدرسه المغربيه فهي ولاده، ولكن شريطه انه توفر لها الامكانيات الماديه والبشريه. لانه حتى المؤطر او التقني اللي غيتوضع في ديك الاكاديميات خصو يكون اهل المسؤوليه اللي معطات ليه. لان ماشي فقط كنتي لاعب سابق فاوتوماتيكمون غتولي مدرب. خاص ضروري تكوين على اعلى مستوى باش يعطينا ولا يفرخ لنا واحد الاجيال اللي دائما تخليها تطور كره القدم المغربيه. اظن بان نفس الشيء ينطبق على رياضات اخرى كما قالت لاله لبنى. خاص الامكانيات الماديه الرياضات الاخرى. اكيد بان الرياضه دابا عالميا اذا ما توفرت لهاش الظروف والامكانيات الماديه والامكانيات البشريه صعيب انها توصل. لان هذاك البطل خصو ظروف العمل، دورات تكوينيه، معسكرات خارجيه ومدربين على مستوى باش حتى الرياضات الاخرى تنجح لما فيه خير المملكه المغربيه. لان اي رياضه ولا اي رياضي تيهز واحد الميداليه وتنشوفوا ذاك الرايد البلاد مهزوزه. وانت راك حضرت على هذا الشيء السي يونس. في جميع الرياضات حنا تنفرحوا الملاكمه، العاب القوى، كره السله، كره اليد. حنا تنفرحوا باش نشوفوا الرايد البلاد ديالنا مهزوزه في اي رياضه وفي اي مجال كان. نتمنى أن تظل الراية المغربية مرفوعة وترفرف في النجاحات إن شاء الله، ونحقق نتائج إيجابية في جميع الرياضات. شكرا لك سي عبد الرحمن الحواصلي، حارس مرمى اتحاد
تورقة. شكرا مرة أخرى على المشاركة بكل وضوح. شكرا لك سيونس، وأنا فرحان بالتواجد معكم. أنا أسعد. شكرا لك لبنى بالعباس، لاعبة المنتخب المغربي لكرة السلة سابقا، رئيسة لجنة كرة السلة النسوية في المغرب. شكرا للاستضافة. شكرا لك. شكرا سي محمد أمين علام الصحفي الرياضي. شكرا جزيلا، وأنا سعيد جدا بالدعوة. شكرا لكم أيضا مستمعاتنا ومستمعينا. إليكم تحية سارة قطاري في المكياج، سناء بنوه، أميمة بوشعنين في التنسيق، في الصوت هاجر درويش، في الصورة أشرف سريفي، الإخراج التلفزي رضا بوتكين، وهذا يونس الشيخ. يشكر لكم طيب المتابعة. نلتقي في حلقة مقبلة بكل وضوح على ريم راديو. إلى اللقاء.